هو أنت طول الوقت على الموبايل؟ عايش حياتك لوحدك؟ أولادك ليهم حق عليك، أنا ليا حق عليك. تقدر تقولي إحنا فين في حياتك؟ من حقي تسمعني. بجد أنا زهقت. أهلا بيكي معانا. النهاردة ما نتكلم في موضوع يمكن كتير بيحسوا بيه في بيوتهم، الصمت اللي ساعات بيخيم على البيت أول ما الزوج يرجع. يعني ليه أحيانا كتير البيت بيتحول لمكان ما فيهوش حياة كده؟ الوصف ده للأسف حقيقي جدا. الصمت ده بيبقى كأنه ضيف تقيل قوي وقاعد معانا على طول، بيدخل كده، ممكن مفيش سلام، مفيش كلام ولا أي حاجة، ممكن إشارة بسيطة أو ولا حاجة خالص، وبعدين هو في عالمه ماسك الموبايل أو بيتفرج على التلفزيون أو أصلا سرحان. والإحساس بقى اللي بيوصل للطرف التاني، ليا أنا مثلا، يعني إني مش موجودة، كأني مش موجودة. الجملة دي بنسمعها كتير قوي. إحساس إن الواحد بقى مهمل، يعني كأنه حتة عفش في البيت. ده مؤلم طبعا، مؤلم جدا. بتحسي إنك مش مهمة، مش متشافة، فعلا زي ما قلت قطعة أساس. وده بيأثر على البيت نفسه، يعني البيت بيفقد حرارته حبة حبة. يفقد حرارته إزاي؟ يعني الدفء اللي فيه بيروح، يبتدي يبرد، وبعدين العلاقة نفسها كأنها بتصدي. ممكن توصل لمرحلة الانهيار كمان، لا قدر الله. الإهمال ده بيموت المودة. طب والقدر اللي بيتقال دايما، أنا راجع تعبان من الشغل مش قادر أتكلم، ده إيه وضعه؟ هو بصراحة يعني أكيد في إرهاق وضغط الشغل، ده حقيقي ومنقدرش ننكره. بس الفكرة إن الطرف التاني، الزوجة يعني، هي مش طالبة خطب وشعر، مش طالبة كلام كتير يعني. لا خالص. هي طالبة بس اهتمام بسيط، تواصل إنساني طبيعي، يسألها عاملة إيه، يسمعها دقيقتين 3، يهتم بتفاصيل يومها الصغيرة دي. يعني مش الكم، المهم الكيف والحضور نفسه. بالظبط، الحضور، إنه يبقى موجود بجد، مش مجرد جسم قاعد. التفاصيل الصغيرة دي، السؤال ده، النظرة دي، هي دي اللي بتقرب المسافات، هي اللي بتخلي البيت ده مكان حي فعلا. وده يمكن جوهر العلاقة الزوجية كلها، مش مجرد سكن وسقف وخلاص، لا، ده تفاعل، اهتمام، كلمة حلوة. تماما. التفاعل البسيط ده، الإحساس إنك متشاف ومسموع ومتقدر، هو ده اللي بيفرق. طيب يعني خلاصة الكلام، الصمت ده مش مجرد عادة، ده ممكن يكون علامة إن في حاجة أعمق محتاجة تتصلح في التواصل. أكيد. والموضوع مش بس تعب، قد ما هو احتياج للاهتمام والتقدير من الطرفين. الاحتياجات اللي تبان بسيطة دي، الحضور، الاهتمام، المشاركة، بس تأثيرها كبير قوي على البيت كله. جدا. التواصل ده هو الروح لأي علاقة. ودي يمكن نقطة مهمة نتأمل فيها كلنا، فكرة الحضور الفعلي. هل أنا موجود بجسمي بس، ولا موجود بقلبي وعقلي مع اللي حواليا؟ سؤال مهم قوي نفكر فيه. لكل ذوق بيسمعنا دلوقتي، اهتم، اسأل مراتك، شاركها يومها، ما تخليش الصمت ياكل في بيتك شوية بشوية. ولو حسيت ان الكلام ده لمسك او ممكن يلمس حد تعرفه، ياريت تشاركه معاه. كل بيت يستاهل يعيش في دفى وحوار وود،